الترجي سافر رغم الغيابات، وهذه تشكيلة ثابتة المتوقع غدوة. نحكيو على قائمة الملعبية المشكلة بالنسبة للمكشخة اللي سافرت لأنغولا. ندقوا ونحلوا كيف ونبتوا ونثبتوا في تشكيلة طارق ثابت، والأهم طريقة اللعب، التكتيك كيفاش باش يكون إن شاء الله يمشي بسيناريو كما يحب عليه وكما يحلم به طارق ثابت. لكن الحلمة ما هيش كما الواقع قدام فريق بليد وركيك، ويعرف يتكتل مليح بلعبة التكبيش بدفاع صلب وحارس مرمى بصراحة كبير، وعامل كلين شيت في دوري الأبطال الشامبيونز ليج الإفريقية. هذا الكل أكيد طارق ثابت درسه وعرفه، وعمل برمجة رقمية للماتشوات اللي لعبها المنافس، وعرف نقاط القوة وأكيد عنده نقاط الضعف وعنده نقائص قادر الترجي يستغلها، رغم التعادل متاع المرة الأخرى في ديار الترجية في ملعب حمادي العقربي. نذكروا بملعبية اللي باش تغيب زادة بداعي الإصابة 3 أسماء، وما ننساوش نعرفوا ماراثون الماتشوات اللي يستنى الترجي الأيامات الجاية، الجمعة اللي بعدها شكون يواجه. ورغم الإرهاق ورغم الإصابات أكيد عايشين اون باراليل على وقع كأس العالم للأندية اللي يتلعب حاليا في السعودية، وتوازيا كذلك نشوفوا الثورة اللي قاعدة تصير في الكرة السعودية وما يحصل فيها من تغيرات على مستوى البنية التحتية اللي مش ناقصة كاستادات، وإلا على مستوى الجمهور اللي قاعد يتوافد على رؤية جوارات عالميين كانوا موجودين في القارة الأوروبية. وشفنا ماتش اللي يهمنا ممكن بطل إفريقيا السابق، واللي نفسناه برشا مرات، وبيناتنا برشا ماتشوات ودربيات قوية بين مصر وتونس، بين الأهلي المصري قدام الاتحاد جدة السعودي. والربح اللي عمله بصراحة كان حاسم في لعبه قدام كريم بنزيما، كوناتي وبقية الملاعبية متاع الاتحاد بكل فلوسها وبكل التلقين متاع انه باش نربحوكم وباش نعملوا لكم باش نديروا لكم. فشكب عليه الاهلي وتعدى باش يواجه الفريق البرازيلي، وممكن ياسر اذا يتعدى فريق البرازيلي يتعدى المانشستر سيتي في النهائي، لكن كومام ماتش صعيب باش يكون. الترجي أكيد يسترجع ذكريات البطولة العربية مع رؤية الماتشات اللي تلعب في السعودية حاليا، لكن زاد السوبر الافريقي جديد والسوبر ليج وإلا البطولة العربية كي تلعبوا بصراحة عاونوا الفريق ماديا، لكن ضروا شوية في ريتم الماتشوات والإرهاق فيزيك مول بعض الأسماء سيرتو إنها تلعب دوليا وعلى مستوى الأندية. باش يكون الترجي مع 3 لاعبية منتظرة غيابهم، لكن زاد في العاصمة الأنغولية لواندا إن شاء الله غدوة 5 متاع العشية بتوقيت تونس يكون الترجي حاضر في الجولة الرابعة متاعه من دوري المجموعات، ويكسب 3 نقاط غالية برشا، وعلاش لا يصعد بعد 4+3 بإذن الله السميع العليم. 7 نقاط تكون مهمة جدا يطلع فيها الترجي ويطمان ويعمل بورسونتاج باش انه يتجاوز مرحلة المجموعات بكل سلام. كيف نعرفوا انه رصيد الترجي تو 4 نقاط، فوز تعادل على بعد 3 نقاط من المتصدر بيترو أتليتيكو، علاش لا يتساوى معه في النقاط. وباش تكون تشكيلة الترجي ناقصة من 3 خدمات مع 22 ملاعب في حراسة المرمى، طبعا باش يكون أمان الله مميش، لكن معاه في القائمة معز بن شريفية وحمزة الغانمي. في الدفاع فما كتلة متنوعة من الجوارات، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح، محمد بن علي ورايد بوشنيبة، كيف فما أسامة إسهيلي، هاني عمام ومحمد أمين بن حميدة. وفي الوسط فما حسام تقا، معتز صدام، غيلان الشعلالي وعودته الحمد لله، شفناه في آخر ماتش قدام اتحاد تطاوين كيفاش رجع يلعب وبعد إصابة سيف عمناول وبعد التجديد الكونترا متاعه بعام. زكريا العايب، غيث الوهابي إن شاء الله يركز ويكون واعي أكثر ويكون تحركاته أسرع بالنسبة لنقل الكرة من وسط الميدان للهجمة المرتدة، ولا حتى لنقل الكرة بصفة صحيحة. كيف الكنترول متاعه يحاول يعالج فيه روحه. ممكن عمل استاد الآخر ماتش لعبه في تيران خايب في رادس بعد المطر، ربي يرحمنا على كل. كيف الكارتون جون اللي خذاها والتشنج اللي كان فيه قدام ضغط انهم يربحوا. فما اونوشي اوغبولو، يانساسي ويوسف اومارو. في الهجوم فما أسامة بوغرة، رودريغو رودريغيز، بلال الساحلي وكيبا سوي. ونعرفوا الكل انه الترجي قاعد يلاحق في تتويج، يعرفوا في 4 مناسبات من 94 ل 2019 والترجي يلاحق في اللقب هذايا.
في 2023-2024 موسم حافل إن شاء الله يكون بالتتويجات على المستوى القاري قبل المحلي، ولا غنى على استرجاع البطولة عام السنة بعد خسارتها عم ناول، وكان البطل فيها النجم الساحلي اللي موجود مع المجموعة اللي فيها الترجي حاليا في دوري الأبطال الإفريقية. حراسة المرمى أكيد أمان الله مميش، وهذه التشكيلة المتوقعة، والرسم التكتيكي اللي لعبوا ديجا طارق ثابت الماتش اللي فات كان في الدفاع محمد بن علي، شفنا أمان الله مجاهد، شفنا محمد أمين توغاي، شفنا هاني عمامو، ولهنا تبديل وتغيير وإراحة مرياح واللي بيش يرجع للتشكيلة. في وسط الميدان شفنا حضور زكريا العايب، سيف التقاء وينساسي، ممكن تصير تغييرات بالنسبة للمراكز متاع زكريا العايب، يتم إدراج لاعب آخر في الهجوم. بلال الساحلي ما نعرفوش أشكو باش يكون في الشوط الثاني ولا باش يدخل من الأول. أسامة بوغرة ورودريغو رودريغاز أكيد باش يكونوا في التشكيلة المتوقعة غدوة إن شاء الله، ونذكروا بالتوقيت 5 متاع العشية. كيف نحكيوا على الغيابات اللي شافها الترجي في اللعبة متاعه. فما حسام الدين غشة اللي جدد معناتها الجناح حسام الدين غشة اللي جدد العهد مع أجواء المنافسات في بداية العام. في المقابل غيلان الشعلالي عنده وقت لعب ممكن يوصل لشوط فقط. عامل التركيز مهم، عامل الخبرة مهم، وعامل الكوتشينج للجوارات الكبار اللي لعبت في الأفريق مهم بالنسبة للملعبية الباقية في الترجي باش تكسب النقاط متاعها بإذن الله. حاجة أخرى، الترجي مش باش تصعب عليه اللقاء إذا باش يكون مركز ويدخل في أول 4 ساعة بحضور ممتاز وبتركيز. ونذكروا كيف إنه توازيا مع كل هذا الترجي عنده 4 ملاعبية تلعب معاه باش تكون موجودة في صفوف المنتخب الوطني التونسي بدعوة من جلال القادري في تنظيم النسخة 34 من كاس أفريقيا المنتظرة في الكوت ديفوار، باش يكون فيها 4 أسماء من الأحمر والأصفر. شكليا هذه قائمة الأولية، ميزالنا ما نعرفوا شيء رسمي، مش بالضرورة باش يكونوا متواجدين الأسماء هذه بركة، وإلا الأسماء الكلها باش تسافر وتلعب. بأمان الله مميش باش يكون حاضر، وهذه حاجة باهية برشا لحارس مرمى شاب مستقبل الحراسة المرمى في تونس وفي الترجي، يقدر انه يكسب الخبرة اكثر واكثر على المستوى القاري الدولي. والمدافع ياسين مرياح اكيد باش يكون موجود، ولاعب الوسط حسام تقاء، والجناح أسامة بوغرة المنتدب الجديد في الميركاتو الصيفي الماضي. الترجي حاضر ان شاء الله يركز ويجيب الربح. الجمهور يهمه يرى نجاعة هجومية، ويهمه انه يرى الجوارات قاعدة تقدم القدام، مش قاعدة توخر التالي وتلعب تكتل دفاعي من غير ما تلعب وتخلق فرص. استغلال يا اخويا الكرات الثابتة وينهم، شكون كان ينسى دربيات قبل واجواء قبل وبطولة قبل ومايكل نيرامو و من الاسماء اللي كنا نشوفه النزعة الهجومية. رودريغو رودريغاز فيق على روحك واعرف كيفاش تكنترول الكرة وفي الدزويت ما تتربثش، وحاول بالرسمي تجيب الربح. راي كرة في الشبكة هكا، هو ما فيهاش تفلسيف، ما فيهاش حاجة أخرى، 1 مع 1 يساوي 2. تجيك الكرة من وراء ظهر الديفونسيرات، تاخذها كنترول، تجيبها براسك من ركنية من كوفرون اللي هو يان ساسي. ان شاء الله نراوه يلعب مركز اكثر، وفي اللي كوفرون اللي على اليسار يستغلها. مرياح بالراس، علاش لا يجيب لنا بونتو غدوة ونتفكروا كلامنا. الناس الكل يدعي على قلوبها، راهو كذب عليك، الناس كل خايفة من المنافس هذا، لكن في نفس الوقت مأمنة بالجوارات ومأمنة بالمدرب ومأمنة بالستاف ومأمنة بكل شيء باش انه يخرج بإذن الله الترجي بانتصار يعطي بالحق نزعة معنوية كبيرة برشا للملاعبية وحتى للجمهور، يطمنهم على المردود بصفة عامة متاع الجمعية، وبعد الميركاتو والمصاريف اللي صارت، وبعد الماراثون متاع اللعب هذا الكل، معناتها تحضير الترجي بدام البطولة العربية وقبلها تشكيلة والغربلة متاع الجوارات من بعد السوبر ليج بالتوازي، ولا عنا دوري الأبطال الأفريقية والبطولة المحلية. هذا ما ننساوش ماتش الجمعة الجاية، ولهنا نحكيو على ماراثون يستنى الترجي من الماتشوات في عام 2024. عام 2023 باش يختموا الترجي بماتش نادي صفاقسي نهار الأربعاء إن شاء الله مع ماضي ساعتين. ماتش إن شاء الله يتوفق فيها الترجي بإذن الله من المباراة 12
من إجمالي 14 في البطولة التونسية. ونذكروا ترتيب البطولة: الترجي في المركز الأول ب25 نقطة، بخلفه بفارق 3 نقاط في النقطة 22 الاتحاد المنستيري، وب19 نقطة صفاقس. نجم المتلوي في المركز الرابع ب9 نقاط، تواليا 9 نقاط للنادي البنزرتي في المركز الخامس. والمركز السادس بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين 6، والمستقبل في المركز الأخير بزوز نقاط فقط. إن شاء الله مربوحة مرة أخرى. اكتبونا في التعليقات توقعاتكم للنتيجة. بالنسبة لي نقول 1 بلاش، ويا رضا ويا رحمن قانوعين، المهم 3 نقاط.